يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل. العيد فرحة وأجمل فرحة زي ما بيقولوا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. فرحانين ولا مش فرحانين؟ مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ كلتوا اللحمة ولا ما كلتوش اللحمة؟ عايزاكم كلكم دلوقتي تقولوا لي انتوا كلتوا اللحمة وما كلتوش. ها؟ وفين اللحمة بتاعتي؟ ومحدش يديني حتة لحمة من بتاعته. كده كده ينفع كده تاكلوا اللحمة وتعيدوا. ومحدش يقول لي كل سنة وانتي طيبة. ازعل دلوقتي ولا اعيط ولا اعمل ايه بالظبط؟ ها؟ بجد بجد بشكركم كتير وفرحانه جدا جدا جدا. الناس كلها فرحانه والناس كلها مبسوطه والناس كلها في الشارع من بالليل. فالدنيا كانت حلوه قوي. طيب انت ما نزلتيش فيديو ليه امبارح؟ انا ما نزلتش فيديوهات امبارح. قلت بقى اسيبكم تعيدوا وتبقوا الدنيا كده حلوه جميله وفاني كده ولذيذه. بس اللي هو يعني قلت تخلصوا بقى وتسهروا السهرة بتاعتكم وتقعدوا وتاكلوا اللحمة وتناموا شوية. أنا قررت إن انتوا تناموا شوية علشان تقوموا تتفرجوا عليا. عشان أول ما تقوموا تتفرجوا عليا يبقى يومكم كده كله عسل وعسل عسل 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 عسل. عمركم شفتوا حد بيحب يشكر في نفسه زي أنا؟ واحدة بحب أشكر في نفسي. هو أنا رحت فين؟ هو أنا اختفيت ليه؟ هو أنا ليه دلوقتي شغالة صوت بس؟ هظهر دلوقتي أهو. بصوا ظهرت. أنا نسيت أساسا إن أنا كنت بعمل حاجة وأنا كنت سايبة الكاميرا مفتوحة. بس يعني ارغي معاكم شويه. يعني استمتعوا من ان انا برغي معاكم شويه. فكرتوني ونسيت. فين الاشتراك؟ فين اللايك؟ ها؟ اللايك بسرعه ينزل بسرعه مع كل سنه وانتي طيبه. واحلى دعوه في الدنيا في كومنت حلو جميل ظريف خفيف. تمام. وقولوا لي بقى كلتوا اللحمه ولا ما كلتوش. واكتبوا لي بقى، اكتبوا لي كلتوا ولا ما كلتوش ولا لسه ما كلتوش. ولو حد عنده بقى حته لحمه زغنطوطه كده يبعتها لي. عيديه حلوه جميله كده خطيره يبعتها لي. خروف صغنن كده يبعته لي كده ونعمل حته لحمه حلوه جميله مسكره زيكم يا الناس يا مسكرين يا معسلين. وحشتوني. فيلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. قبل بقى ما اكمل الفيديو استنوا عشان انا بعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا. قبل ما نكمل الفيديو مع بعض لازم اقول لكم واعرفكم ان انا عيدت معاكم بس بشكل تاني، بوضع تاني، بحاجات تانية خالص. سيبكم بقى ايه، كنا اللحمه خلاص بقى، ما احنا كنا اللحمه. فقلت بقى اجي اعيد عليكم واقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين مني ليكم بطريقه حلوه لذيذه خفيفه لطيفة. وبحبكم جدا جدا جدا. خشوا على الانتساب هتلاقوا جمدان عالي جدا جدا جدا. كل ما نعلى بالمستوى بيبقى فيديوهات احسن واحلى كتير كتير كتير. عيدت معاكم بس بطريقتي الخاصة، يعني برايفت. خشوا على الانتساب، فيديوهات حلوة جميلة بتنزل بانتظام جدا، فيها وصفات حلوة، فيها فيديوهات حلوة. وكل ما نعلى بالمستوى بيبقى حاجات عالية عالية عالية. يعني بصوا انا عمال اقول عالية عالية، انا حاسة ان انا هطير. تحس انه في قلوب كده حواليا. وحشتوني. يا رب اكون وحشتكم. وحشت كلامي ليكم. ايوه هي دي الجملة اللي انا عايزة اقولها. وحشتكم ولا ما وحشتكوش؟ ها؟ ولو وحشتكم تنزلوا تعملوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو. طب انت رفعنا شعرك كده ليه؟ رفعنا انا حرانه هموت. الجو النهارده حر جدا جدا جدا. فقلت يلا بقى لمي شعرك الحلو الجميل ده ويلا بقى اطلع عيدي على الناس. انتي متأخرة جدا. متأخرة ليه؟ هتعرفوا اخر الفيديو. عايزة اعيط. حصلت لي حاجة وحشة جدا بس الحمد لله انا طلعت سليمة منها. عارفين اللي هو واحد لما يقول القدر، هو ده القدر. يعني احسن. انا يعني الحاجه اللي باظت او اللي اتكسرت فادتني انا. يعني فادتني انا. كانت ممكن يحصل لي حاجه وكنت ممكن اموت على فكره. فالحمد لله انها كانت على قد كده. فاتفرجوا معايا على اخر الفيديو وقولوا لي الحمد لله على السلامه والحمد لله ان جت على قد كده وكانت حاجه بسيطه. فهي يعني اي نعم حاجه بسيطه بالنسبه لروحي وحياتي، بس الحمد لله طبعا هي كلفتني او هي كانت مكلفاني تكلفة عالية جدا جدا جدا. بس الحمد لله. عمركم شفتوا واحدة حصلت لها حاجة مشكلة ومشكلة كبيرة زي اللي هتشوفوها وطلع بتضحك؟ هو أنا. شفتوا يعني تعرفوا ان معاكم واحدة بتتفائل وبتديكم طاقة إيجابية. بذمتكم عمركم شفتوا حد بيديكم طاقة إيجابية زي ما أنا بديها لكم؟ يلا بقى غنوا لي العيد فرحه واجمل. انا صوتي وحش، عايزه حد صوته حلو كده يطلع يغني لي. وحشتوني وحشني كلامي معاكم.
واقعد اناكش فيكم كده وتناكشوا فيا. وحشني كل كومنتاتكم الحلوه. عايزه النهارده الفيديو ده يكسر لايكات ويكسر كومنتات، وخشوا شوفوا الانتساب. الانتساب جميل جدا جدا. طبعا بشكر كل الناس اللي موجوده في الانتساب، مشرفيني ومنوريني والله. وفيديوهات الانتساب كلها نزلت النهارده قبل ده. هتلاقوا كل فيديوهات الانتساب بتحمل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. بشكركم. فحبيت اطلع عيد عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بطريقتي الخاصه. الحمد لله الحمد لله. انا واثقه ان الفيديوهات دي هتعجبكم، لاني كل كلامكم الحلو بيبقى واصل لي وواصل لقلبي. فكل الناس الموجوده في الانتساب مشرفيني ومنوريني ومفرحيني. وبصوا حاجه حلوه قوي. خشوا اتفرجوا. انا بقول لكم كلام حلو كتير هناك، فروحوا وشوفوا الكلام الحلو. طبعا بقول الكلام الحلو هنا لاخواتي وحبايبي برضو، بس يعني حبه شويه زياده، حبتين 3 4 هناك شويه. فيلا بينا نكمل الريسبشن بتاعنا ونشوف يومنا ماشي ازاي وهنعمل فيه ايه. وعايزه اقول لكم بقى انا هخلص الفيديوهات دي واقوم اعمل بقى اكل ايه، عسل عسل عسل. لو عايزين ان انا اصوره لكم اكتبوا له وانا هصوره لكم. تمام تمام. فنخلص بقى اللي ورانا. انا عايزه اخلص، عايزه اقول لكم انا عايزه ارغي معاكم بسرعه بسرعه واقوم بقى عشان ورايا اكل كتير. اشمعنى انتوا كلتوا لحمه وانا ما كلتش؟ اي نعم عندي حته لحمه زغنطوطه بس هنعملها يعني حلوه حلوه ومالها الصغيره حلوه. لو حد عايز يبعت لي حته كبيره ابعتولي واقول لكم بقى الحته اللحمه دي جايه لي من كذا وجايه لي من كذا. قولوا له صحيح انتوا بتشوفوني من اني بلد ومن اني دوله، وهل الاحتفالات زي ما موجوده عندنا هنا في مصر؟ الاحتفالات زي احنا هنا بقى بنقعد للصبح في الشارع والعيال والشباب والناس كلها فرحانه. عايزه اقول لكم يوم يعني مصر كلها فرحانه جدا جدا. فعايزه اعرف بلادكم الحلوه الجميله اللي جايبه لي ناس زي العسل زي السكر زيكم. انا بتشرف بيكم. قولوا لي بتحتفلوا بيها ازاي، وعرفوني كل بلد اسمها ايه وبتحتفلوا بيه العيد ده ازاي. تمام. وانا هقول اللي انتوا هتكتبوه في الفيديو الجاي، وده وعد مني. ولو عايزيني ما اتاخرش عليكم شجعوني واعملوا لي لايكات كتير 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 كتير. ولو الفيديو ده عمل مشاهده كتير ولايكات كتير اوعدكم هنزل لكم فيديو بكره اكتر جمالا جدا جدا. بكره انا بتكلم بلغه، انا قررت ان انا اتكلم باللغه العربيه. شايفين النظافه؟ انا فرحانه بنفسي لما بلاقي نفسي ان انا قاعده في مكان نظيف ومكان حلو وجميل وباكل اكله حلوه. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. شايفين؟ بجد فرحانه جدا على قد ما المصيبه حصلت لي، بس الحمد لله الحمد لله. يعني انا من النوع وعايزاكم انتوا كمان يحصل لكم اي مشكله، تحصل لكم اي حاجه لا قدر الله حاجه يعني كده، احمدوا ربنا. لازم تحمدوا ربنا على كل حاجه. يعني ربنا فدانا بيفدينا، على فكره ربنا بيفدينا بحاجات احنا يعني بغنى عنها الحمد لله. فكويس ان جت على قد كده. فعايزاكم تطلعوا تساعدوني بقى، تساعدوني بكوبايه، تساعدوني بطبق، تساعدوني بمعلقه. ماليش دعوه. كل اللي عنده كوبايه زياده ولا طبق زياده تبعتوهولي، عشان حاجتي كلها اتكسرت. كل حاجتي اتكسرت، كل حاجتي الجديده وكل حاجه راحت. فهنبدا نجيب حاجات من تاني، فدي تكلفه عاليه. مين هيساعدني؟ ايوه انا طالعه بقى اقول لكم ان انتوا تطلعوا تساعدوني. اللي يديني طبق، يديني معلقه، يديني مج، يديني كوبايه، يبعت لي طقم. يلا ماشي انا موافقه. انا موافقه على حاجتي اللي اتكسرت. طبعا انتوا اول مره تشوفوني ان انا طالعه اطلب منكم الطلبات دي، بس هعمل ايه؟ المطبخ وقع، المطبخ الخشب من فوق انا حاطه فيه حاجتي يعتبر كلها. المطبخ اللي انا عندي حتتين في المطبخ، حتتين خشب فوق وتحت. اللي فوق حتى بقى حاجات الصيني والازاز والمجات وايه ما اقولكوش، حاجات جميله وكلها بكراتينها. طلعتها من الكرتونه وحطيتها. بس هنعمل ايه بقى للقدر؟ خلاص كل حاجه راحت. خلاص ما تعيطيش. فانا طلعت بقى حبيت ان اصور لكم مقطع صغنن كده عن حاجتي اللي اتبقت. يمكن اصعب على حد فيكم ويساعدني بطبق ولا كوبايه ولا معلقه.
شايفين البراءة، شايفين كلامي. بصوا بقى صوتي واطي ولذيذ ولطيفة وكيوت وتمام. حد يبعت لي معلقة، حد يبعت لي طبق، حد يبعت لي مج. ما عنديش كوبايات، ما عنديش مجات، كل حاجة اتكسرت. فانا طالعه رقيقه، انا واحده رقيقه طالعه بقول لكم ساعدوني، عايزين تساعدوني بطقم كامل. يا سلام، يبقى شكرا ميرسي ليكم جدا لو هتعملوا معايا كده. فيلا بينا اوريكم بقى المقطع، الحاجه بتاعتي. عارفين انا في وقت الحاجه لما وقعت عليا على دماغي واتكسرت، بس الحمد لله انا ما حصليش حاجه. ايه مش عارفه. بس بصوا هقول لكم، استنوا انا دلوقتي هقول لكم اللي حصل واللي جرى. دي المطبخ اهو اتكسر وبقى حطيته في الارض. دي الحته اللي كانت فوق، ودي بقيت حاجتي. اعيط دي بقيت حاجتي اللي كانت موجوده فوق. ما عنديش حاجه تاني خلاص. فيلا بينا اقول لكم بقى الاكل بتاع النهارده ايه، ويومنا يكون ماشي ازاي. احسن ناس في الدنيا. يا سلام على المكرونه البشاميل وجمال المكرونه البشاميل. دي صينيه مكرونه بشاميل، عايزين تعملوها بلحمه مفرومه ماشي، عايزين تعملوها بفراخ نجرسكو ماشي، بسجق ماشي، زي ما انتوا عايزين. حبيت ان احنا ننوع النهارده ونشوف هنعمل ايه. فيلا بينا. جبنا طاسه على النار وحطينا فيها شويه زيت، ونسيبها بقى لما يسخنوا خالص. وحطينا السجق بتاعنا الجميل ده زي ما هو كده، حطينا ياخد تشويحه. لسه هتفطري دلوقتي؟ هو الساعه 3. لا والله لسه هنفطر والله. نسيبه بقى ياخد تشويحه كده حلوه جميله ظريفه لطيفه. لازم تديله التشويحه دي عشان ينزل كل دهون. اوعي تحطي دهون تاني، يعني لو شاطره ما تحطيش شويه الزيت اللي اتحطوا كمان. يعني السجق مش عايز دهون خالص. وتحطيه وتسيبيه يتشوح على الجنبين علشان تعمليه يبقى مستوي، ينزل الدهون بتاعته. هو الرغيف ميزانه قل قوي، ما هو بالوزن. انت لو طبقتي الرغيف كده كله بحسبة ربع رغيف طبيعي. تسيبيه كده يتشوح كتير لما تحسي ان يعتبر ان هو استوى 85%، عايزاه يستوي 85% معاكي. وطبعا الحله التانية نعلق على النار نسلق المكرونه عشان خفيفوه خفيف. طبعا كله مفيهوش لبابه ولا في حاجه، خفيف. بصلايه قطعناها كده على السجق فهو خفيف يعني. ده لو اتوزن مش هيعمل ميزان ربع رغيف بلدي طبيعي. ونشوح كل ده خفيف قوي. اللي ياكد لك كده ان جايدن ياكل رغيفين دي مستحيل، عشان خفيف. كل ده مع بعضه اهو. ما يقدرش ياكل لو عيش ما يقدرش. تسيب الجمال ده يتشوح مع بعضه. بس يتلك ويسود، ما يقعدش يحرق. لا الحزق ده مش هنبطله. تكوني بقى محضره حاجتك. ادي الطماطميتين اللي احنا قطعناهم. عايزه ما تعملهمش صلصه، احنا عايزينهم كده، فاهمين؟ امال في ناس بتفطر الصبح. ما هو طالعين يا ماما الساعه مش 9 ولا 10، خلاص فصلوا ومش قادرين يقعدوا تاني. نشوح كل ده مع بعضه واقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. خلاص كله فصل مش قادرين. حطي التوابل بتاعتنا، ما تزودوش توابل، لان خلي بالكم السجق بيبقى فيه التوابل كامله متكامله بتاعته. مش عايزه تحطي هويه شويه فلفل اسمر وشكرا على كده. طبعا كده يا ماما كيس بلالين ايه ده اللي موجود عندنا، يعني بيبقى فيه توابل وكميه دهون رهيبه. ايوه عشان الجامع اللي عند المترو كان موت، ما كانش فيه مكان. تشوفيه بقى استوى ولا ما استواش، كده هتلاقيه استوى معاكي يعني. كل ده يتشوح مع بعضه اهو، وتكوني محضره معاكي المكرونه وتظبطي الدنيا وتسيبي كل ده يستوي مع بعض. وهنا المكرونه حطينا ملح وزيت وحطينا المكرونه بتاعتنا. وهنا البشاميل بتاعتنا حطينا دقيق
حطينا السمنه ونقعد نقلب لما يستووا مع بعض، وتروحي حاطه اللبن بتاعك. ايه ده كده البشاميل زي الفل. انا دماغي انا دايخه بقالي كام يوم. لا انا دوخاني اللي هو دماغي يعني اللي هو كده بدوخ. لو وصلت لغايه بقالي داخله دلوقتي في 4-5 ايام. عايزه وصفه ايه واكله ايه يعني عشان نعملها مع بعض. ولو عايزه اي حاجه اكتبي لي كومنت ونعمل الاكل على طول مع بعض. الف هنا وشفا على اللي هياكل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل. وحشتوني يا رب اكون وحشتكم قد ما انتوا وحشتوني. ايه عايزه منكم تشجيع جامده جدا 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 ان احنا نعمل كل يوم وصفات حلوه. عايزه اعمل وصفات جديده محتاجين منكم، بس تقولوا لي ايه نوع الوصفه وكده وانا هعملها على طول معاكم. ايوه حاسين ان هي اتجوزت بيها. ما انت عشان عماله تجيبي جديد في جديد في جديد في جديد، فكل حاجتك جديده. مهما حاجتك اللي متجوزه بيها شلتيها جديده ما استهلكتيهاش. ما تصحي بعيد عنك. حطينا اللبن بتاعنا والدو ورحت ايه كتير انتوا حبي استنوني فيديوهات جايه كتير ان شاء الله معاكم كل يوم وجبه جديده واكله جديده ووصفه جديده معاكم كلكم. عايزه البس حلقه هنا ده